السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم جميعا. وبس كده هنستعرض فيه آخر التطورات وآخر الأحداث. البث النهاردة بعنوان إيلون ماسك يهدد بفوضى الحرب الأهلية، ونتنياهو ينقلب على وزير الدفاع ويطيح به. يعني وزير الدفاع جالنت مجرم الحرب. فاكرين اللي كان بيقول لك ان على اهلنا في غزة ان دول حيوانات برية؟ لا حول ولا قوة الا بالله. المهم هنعرف ايه الحكاية دلوقتي وهنبدأ. بس انا حالا نتأكد الاول من صوت. انا طالع والله تعبان طول اليوم، لكن كان لازم نطلع نتابع مع حضراتكم اخر المستجدات. طيب ايه الحكاية بقى وايه القصة؟ هنعرف دلوقتي. الصوت بس الاول طمنونا عليه ونبدأ على طول ان شاء الله حلقتنا بعون الله. الصوت كويس؟ طيب توكلنا على الله. الاول خالص في تصريح مهم جدا وخطير. كان قبل كده قال زيه ايلون ماسك، لكن عادوا تاني خلال الفترة او اليومين اللي فاتوا دول. حرفيا قال اذا لم يفز ترامب ستكون هذه الانتخابات هي الاخيرة في امريكا. اذا لم يفز ترامب فستكون هذه الانتخابات هي الأخيرة، يعني ما هيبقاش فيه انتخابات تاني. فاكرين في فيلم الناظر ما حدش هنا يتعلم؟ هو كده بالظبط. التصريح ده من واحد زي ايلون ماسك مع الدعم الكبير جدا لترامب في الفترة الأخيرة، ومع الشطط اللي أحيانا بيصيب ايلون ماسك بعض القضايا، بيقول إن لا، اللي جاي مختلف تماما. خصوصا لما تعرف الأحداث اللي حصلت خلال 48 ساعة اللي فاتت في أمريكا. الموضوع بيتصاعد. كان عندنا حلقة امبارح تنبأنا فيها إن في حالة فوز كامالا هاريس وخسارة ترامب، احنا أقرب لسيناريو الحرب الأهلية بشكل كبير جدا. ده مش أنا اللي بقوله بس، لا، خد عندك بقى شوية التطورات الجديدة. مبدئيا من شوية طبعا في تصويت بادئ من بدري يعني، لكن من شوية حصل ان فعلا في تهديد بقنبلة، والكلام ده اتكرر في اكتر من لجنة بقنابل زي ما انتم شايفين كده. بعد تهديد كاذب بوجود قنابل اخلاء مراكز اقتراع في ولاية جورجيا الامريكية. ولاية جورجيا من اهم الولايات المتأرجحة واللي ممكن تحسم الصراع، ولذلك فيه شغل بيتعمل. وصل لدرجة تحذيرات من قنابل، والتحذيرات دي خلت التصويت وقف شوية، وطلبوا مد التصويت، مد وقت التصويت يعني. تمام. ده بس لا، برضو من 48 ساعة اللي فاتت في خلالها حصل ان طلع تقرير بالتعاون ما بين الاف بي اي والسي اي اي. التقرير ده بيقول ان فيه وصلت تهديدات لشخصيات عامة كتير، شخصيات سياسية، شخصيات إعلامية، كل من هو مرتبط بموضوع الانتخابات جات لهم تهديدات مباشرة، بتهديدات يعني بالحياة، يعني بقضاء على حياتهم في حالة ان هم ما دعموش مرشح معين. وبالتالي هم طبعا ما حبوش يصرحوا، لكن الكلام ده طلع من الجمهوريين تحديدا بان اي محاولة للتزوير واي مش عارف ايه احنا هنخلص عليكم وكلام زي كده. خلاص. طبعا في كمان حاجة غريبة بتحصل، ودي رصدتها في تقريرهم برضو قالوها، ان مصطلح الحرب الأهلية في أمريكا بقى هو الترند اللي بيبحث عليه معظم الأمريكان. هو في ايه؟ كان فيه خلال الفترات اللي فاتت استطلاع رأي على هل انتوا شايفين كشعب أمريكي يعني ان في حرب أهلية هتحصل في أمريكا؟ الجمهوريين، قسم الجمهوري ان هم مؤيدين الحزب الجمهوري في امريكا بنسبة اكتر من 60% شايفين ان فيه هتحصل حرب اهلية في امريكا بناء بعد الانتخابات دي على طول. و40% من الديمقراطيين بيقولوا ان هتحصل حرب اهلية. تمام. طبعا زي ما قلت لكم حتى في الحلقة اللي فاتت، الديمقراطيين مختلفين شوية في تناولهم للامور، مش هيروحوا قوي للعنف واستخدام السلاح. في حلقة امبارح وضحنا ان امريكا فيها اكتر من 400 قطعة سلاح من الطبنجة للدبابة مع الاهالي.
فعلا قولا واحدا في ناس معاها دبابات ومدرعات عادي جدا. ولاية زي تكساس دي فيها كل انواع الاسلحة، مع الاهالي ما عندهمش مشكلة. وبالتالي احنا شفنا عينة من اللي حصل في 2020 واجتياح واقتحام كابيتول، يعتبر المبنى اللي هو له قدسية عند الامريكيين، ان ده صرح الديمقراطية، وازاي تم اقتحامه بالسلاح زي ما احنا شفنا. والسلاح كان موجود مع الناس جنب الشرطة، مع اللي هم الجمهوريين، وكانت حرفيا على تكة يعني شرارة. اللي ما خلاش الموضوع ده اتطور اكتر من اللازم ان كان فيه رقم واحد كان معروف مسبقا وكل استطاعات الرأي قبل الانتخابات بتقول ان ترامب هيفشل، هيسقط يعني. تمام، دي حاجة. تاني حاجة الاعداد نفسها ما كانتش كبيرة، لان دي كانت اول مرة تحصل كسر للقواعد والانطباعات اللي هم واخدينها عن امريكا دي بلد ديمقراطية، وان احنا مستحيل يحصل عندنا الكلام ده. فالكلام ده اتكسر في 2020 وكان مقدمة للي احنا داخلين بصدد دلوقتي. ده ممكن يحصل، وارد جدا جدا. وهتقول لي طيب الكلام ده هيحصل لو كمالا هاريس فازت وترامب خسر؟ ده يعجلوا كمالا هاريس تفوز وترامب يخسر، يعجلوا يعني يبقى بدري. تمام، وادعوا يا رب كده وقولوا يا رب ان شاء الله يعني ربنا يقدم اللي فيه الخير. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين يا رب. المهم التعجيل بالسيناريو ده، سيناريو الحرب الأهلية، واللي كل الآراء كل التقارير الاستخباراتية بتقول ان احنا داخلين عليه في حالة رقم واحد ان ترامب يخسر خلال الايام اللي جايه. تقول لي طب ما جايز فعلا هو ما يجيبش بتاعه بشكل ديمقراطي ويخسر وكلام زي كده. اقول لك حلو جدا. قبل الانتخابات ما تبدا رافعين 60 قضيه، الفريق القانوني بتاع ترامب رافع 60 قضيه بان فيه محاوله للتزوير قبل الانتخابات، قبل ما يحط اول صوت في الصندوق. تمام، فالحكايه فيها من بدري جدا تحفيز ان هيحصل تزوير في الفيديو اللي احنا اتكلمنا عليه امبارح، الفيديو بتاع احد الناخبين الجمهوريين على مكنه تصويت الكتروني كده يعني، وبيدوس على ترامب، ما مش راضيه المكنه يعني تقبل ان هو يصوت لترامب، وراح اما داس في الاخر راحت مصوته هي لوحدها لهاريس، وصور ده في فيديو 30-40 ثانيه ونشره، انتشر كالنار في الهشيم في امريكا. فالجمهوريين عايزين يصدقوا، خلاص هم بيلقوا دلائل حتى لو مفبركه او بس هم خلاص مقتنعين 100% كده ان ترامب فايز لا محاله. حلو، طيب ماشي، ترامب يا سيدي خسر، ايه اللي هيحصل؟ مفيش اصلا احتماليه ان هو يخسر بالنسبه للجمهوريين، وبالتالي التصعيد هيحصل لحظه اعلان النتيجه. ده رقم واحد، وقبل اعلان النتيجه كمان. طيب ما جايز بقى ترامب يكسب عادي جدا والامور تعدي ومفيش اي مشكله. من 3 شهور ولا 4 شهور قلت لحضراتكم ترامب لن يترك لحكم امريكا. ممكن ينجح في الانتخابات لكن لن يحكم امريكا بشكل طبيعي ويكمل، لا خالص. طب ايه اللي هيحصل؟ حاجات كتيره بقى من اللي احنا بنسمعها لما بيخلصوا على حد. تمام، انخفاض في الدوره الدمويه، موتوسيكل داسه، كأي سبب وخلاص. تمام، وبالتالي لن يترك انه يحكم امريكا. ليه؟ علشان اسباب كتير احنا عددناها، ودي يعني عملنا فيها 2-3 كمان لانها يعني عميقه شويه. باختصار شديد جدا، ترامب ضد حيتان كبيره في امريكا وفي اوروبا. تمام، ترامب كل رجال المال والاعمال داخل امريكا وخارجها هيضرهم ضرر مباشر، وخصوصا لوبيات السلاح والنفط، بالاضافه لانه هيكون ضد الناتو كله بقى، لان الناتو نفسه بيستمد قوته من الظهير الامريكي. وترامب هو باختصار وهو صرح بيها قبل كده، احنا مش هنقعد نصرف على الناتو، لو انتم مش هتدفعوا احنا مش هنبقى موجودين اصلا. تمام،
فانت عارف بقشش عشان تعدي والكلام زي كده، شغالها مع الناتو. غير كده انه هيضيع منهم اوروبا كلها، من امريكا عند قطاع كبير جدا من السياسيين، لانه مباشرة هيتنازل بوتين على المناطق اللي احتلها بوتين من اوكرانيا، وبالتالي اوروبا هتخسر اوكرانيا، وبالتالي اوروبا حرفيا هتضيع منها من امريكا بنتها الاساسية والمهمة، وهي اوروبا اللي هتتمثل ضياعها في اوكرانيا. وده برضو احنا فسرناه في الحلقة اللي فاتت. وبالتالي الواقع الحالي واحنا بنتكلم دلوقتي اثناء التصويت لحد الان، لحد اللحظة دي، الموقع رويتر يعني واخده لايف من نتيجة الانتخابات. انا بعمل ريفريش على اساس ان احنا لو في اي جديد، مفيش اي جديد حتى الان زي ما انتم شايفين. مفيش اي اعلان حتى لو لناخب واحد تم الاعلان بالنسبه للانتخابات. تمام. لكن خلال الساعات اللي جايه هتظهر الامور، ومع ظهور النتائج هتبدا الشغل يشتغل بقى. لو النتائج رايحه في اتجاه كمالا هاريس، الدنيا هتبدا تهيج. لو رايحه في اطار في ناحيه ترامب، فالامور هتاخد شكل تاني اهدى لحد ما تخلص الانتخابات. طيب النتيجه الطبيعيه في اي انتخابات في الدنيا ايه؟ لو في مرشحين رئيسيين يعني يا ده يا ده يكسب. لا، في امريكا لها نظام تاني خالص. في احتماليه انهم يطلعوا تعادل 269 صوت من المجمع الانتخابي ل 269. ازاي؟ لان مش كل الولايات بتدي اصواتها كلها يا جماعه. دول في 48 ولايه في امريكا بتدي اصواتها كلها للي ناجح، الا ولايتين بتقسم. يعني ولايتين دول واحده فيهم عندهم صوتين مثلا، ممكن ترامب ياخد صوت وكمالا هاريس تاخد صوت، وبالتالي في احتماليه وارده جدا ان يحصل تعادل. بس طبعا وارده بنسبه بسيطه جدا، دي احتمالاتها ضعيفه. لكن لو حصلت الانتخابات نفسها او نتيجه الانتخابات نفسها هتروح للبرلمان، وهو اللي هيحدد مين اللي هيحكم امريكا. وبالتالي حتى الان زي ما قلت مفيش اي يعني تاكيد مين اللي ممكن ينجح. لكن احنا ما يهمناش مين اللي هينجح قد ما يهمنا نتيجه اللي هيجي هتكون ايه. وبصراحه بعد المجازر والاجرام اللي حصلت دي كلها، اغلب العرب والمسلمين عايزين يشوفوا يوم في امريكا، وانا اولكم. ولذلك انا متابع الموضوع بشكل قوي جدا. بالاضافه ان نتيجه الانتخابات لو جاء واحد خنزير زي ترامب، انت بتتكلم في ان الدكتاتوريه في الشرق الاوسط هتترسخ. ترامب هو اللي بيروض المنبطحين من حكام العرب، لواحد قمع شعوبهم، 2 لخدمه اسرائيل. ترامب اساسي ولعيب في الحته دي. فهيبقى عندنا يعني شوط طويل من استمرار الدكتاتوريه واستمرار الكابوس اللي احنا عايشين فيه في المنطقه العربيه بالكامل. فده عشان كده احنا مهتمين بالموضوع. يا ريت يا جماعه لو سمحتوا اللي موجود معانا يحاول يدعم شويه. في حاجه غلط يعني، مش عارف والله. اتمنى ان اللي موجود يدعم شويه، لان اليوتيوب بصراحه مبوخه معانا جدا. فمش عايزينكم انتوا كمان يعني تتعاملوا بسلبيه مع هذا الامر. طيب ايه اللي حصل بقى عند النتن قلب على بياكلوا اصحابه. عارفين جالنت طبعا زي ما قلت لك. الجالنت ده احد اهم واخطر مجرمي الحرب في السنين السوداء اللي احنا عايشينها دي. جالنت شخصية والعياذ بالله في منتهى الإجرام. المهم ايه اللي حصل؟ ايه سبب ان نتنياهو يقيله ويطيح بيه فجأة كده وفي عز الحرب؟ مبدئيا سياسيا ما ينفعش رئيس وزراء يشيل وزير دفاع في حرب، وإلا بقى لو حصل حاجة كبيرة يعني وهزيمة كبيرة وكلام زي كده. تمام. هما طبعا حرفيا بمقاييس الحرب هم مهزومين في انهم عاجزين عن تحقيق اي هدف من اهداف الحرب اللي دخلوها. لكن مش ده السبب. السبب الاساسي هو الفضيحة اللي احنا اتكلمنا عليها من يومين، بتاع مكتب نتنياهو والتسريبات اللي طلعت وراحت لجريدة بليد الألمانية الصفراء، واللي سربها هو مين؟ المساعد الأول لنتنياهو. طيب ماشي، ما انت بتقول كده
تسريبات من مكتب نتنياهو فيتشال وزير الدفاع؟ لان وزير الدفاع هو اللي محرك الليله دي كلها. وزير الدفاع استغل الموضوع ده وراح مصعد جامد جدا القصه وقبض على 3، واللي ورا الموضوع كله الجيش هناك في كيان اللقيط. تمام. وبالتالي اللي حصل ايه؟ ان دلوقتي نتنياهو كان عنده حل من 2: اما يرضخ ويتحاكم في الموضوع ده لانه رجل كده جات في الفضيحه دي، وهو اصلا المفترض انه عنده قضايا كتيره ورايح المحكمه قريب، او ان هو يبدا يضرب. تمام. مع مستعينا بشويه البلطجيه المجرم الحرب زي بن غفير وسموتريتش والاشكال دي. تمام. طيب اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان هو اطاح بوزير الدفاع علشان وزير الدفاع هو اللي ضغط في موضوع فضيحه مكتب نتنياهو. ومش بس اطاح بيه، لا ده اطاح بيه وهيطيع بيه مسؤولين امنيين في الموساد والشباك والكلام ده قريبا جدا. لان الجيش كان بيتعاون مع المؤسسات الامنيه في الكيان اللقيط علشان يطبخوا الحكايه ويعملوا ويقفلوا على نتنياهو من كل حته، وكله كان شغال مع بعض. فهو اطاح بوزير الدفاع وجاب واحد اسمه كيتس، اسمه إسرائيل كاتس. إسرائيل كاتس ده اصله روماني، مواليد 55. هقول لك بس حاجه معلومه صغيره عليه وانت هتفهم ده مين. اولا هو من حزب الليكود، متعصب يميني متطرف مجرم حرب عادي جدا، وكان وزير قبل كده، وزير الخارجيه وكلام زي ده يعني، وعضو في الكابينت اللي هو مجلس الحرب بتاعهم. لكن ايه المعلومه بمنتهى البساطه؟ ده صاحب اقتراح ايه بعد 7 اكتوبر؟ ان احنا نعمل جزيره في البحر. خلي بالك ما فشلوا في موضوع التهجير لسينا، قال لك احنا هنعمل جزيره مقابل الشواطئ بتاع غزه في البحر جوه، نردم البحر بجد والله، ونروح نقلين فيها بتوع غزه دول. يعني ما فيش ولا حته في الارض يعني ممكن يتنقلوا فيها، فنروح عاملين لهم نردم البحر. اقسم لكم بالله. فتخيل عقليه اجراميه مهبوله متخلفه عقليا زي ده بقى وزير الدفاع دلوقتي في هذا الكيان اللقيط. هو مصلحه ليه؟ لان هو الكيان ده كل ما كان الموجود فيه مجرم ومجنون ومتهور ويميني ومتطرف، فبيحرق في الكيان وبياخده لنهايته بسرعه الصاروخ. فيعني مفترض ان احنا يعني ما نقلقش قوي من القصه ان هو جاي ويمينه، لا ده اولاد مش عايز بس عشان الفيديو. لكن في النهايه المعاتيه المجانين اللي زي دول كل ما زاد عتاهم واجرامهم كل ما زاد سرعه الصاروخ اللي راكباه اسرائيل لنهايتها حرفيا. تمام. طيب في حاجه برضو متعلقه بموضوع التصعيد الخاص ما بين ايران وما بين اسرائيل. كان في هنا حلقه قلنا لحضراتكم ان يعني في احتماليه كبيره جدا ان الحرب او اشتعال المنطقه بضربه اسرائيليه لايران تكون بعد اسرائيليه لايران، مع ان ايران بتقول احنا لا هنضرب وهنرد. تمام، انا ماشي انا معاك، لكن انا شايف حاجه تانية. شايف ان بعد الانتخابات مباشره بعد اعلان النتيجه اسرائيل هتضرب وهتعمل اللي هي ما عملتوش في الضربه الاولانيه، الضربه اللي هي كانت محدوده. نتنياهو يا جماعه ما عندوش بدايل غير انه يكمل حرب بمنتهى الجنون. ما عندوش مجال ان هو الدنيا تتلم. نتنياهو واخد الكوكب كله لحرب شاملة نهائية، ولذلك كل محاولات بعض الناس اللي فاكرة ان ممكن الدنيا تتلم وكلام زي ده وان هو يعني يرضخ وصفقاته وكلام زي كده صعب جدا. هو ممكن يوقف الحرب عشان مهزوم في لبنان، لكن يفتح في حتة تانية ويصعد جامد جدا مع ايران. تمام، ده من وجهة نظري، ويعني ممكن اكون غلط، لكن اجمالا احنا الساعات اللي جايه دي ومع الانتخابات بعديها على طول هنخش في يعني مرحله مصيريه من لينا كلنا، سواء كن الامه العربيه او الامه الاسلاميه او العالم كله. لا مفيش صوت ايه،
الأمة العربية. لا، في صوت، في صوت يا أختنا، في صوت. تمام. الحلقة إن شاء الله اللي جاية ممكن تبقى في أي وقت، بمجرد ما نعرف الاتجاه بتاع الانتخابات رايح فين، لأن زي ما قلت من بدري جدا، والدنيا لما بتوضح قوي قدامنا يعني بنبدأ نقف على الوقائع اللي هتحصل أو اللي حصل حاليا واللي هينتج عنها في الفترة البسيطة اللي بعدين. مش هنطول، أولا لأن تعبان، ثانيا لأن احنا لازم نتابع اللي بيحصل أول بأول دلوقتي، ومحدش يقول احنا مالنا. لا، احنا مالنا ونص. اللي هيحصل في أمريكا هيأثر عليك جوه أوضة نومك، هيأثر عليك في رغيف عيشك، في كل حاجة. هيأثر عليك في ان انت هتعيش ازاي وهتعمل ايه، لان للأسف الشديد وكما قالها ابو عبيدة احنا أمة المفعول به. احنا اخترنا كده، وده الواقع. مر بقى حلو ملناش فيه، هو ده الواقع لحد ما يتغير. هيتغير ازاي؟ ان احنا كلنا نبقى راجل واحد، وان احنا ننتقل من التواكل للتوكل. يعني ناخد بالاسباب. ناخد بالاسباب ازاي؟ اللي على الارض، الناس على الارض ربنا يبارك فيهم بيعملوا اللي عليهم. طيب انت مش قادر تبقى على الارض، عندك اسلحة تانية منها السوشيال ده، عندك اسلحة كتير، عندك المقاطعة. الرجالة وبحييهم تحية كبيرة جدا في الاردن، كسروا انف كارفور وطلعوه خسران، اجبروه انه يمشي من الاردن. نتمنى، لان عيب قوي، عيب قوي قوي دول العربية يكون فيها الشركات الداعمة لإسرائيل بهذا الشكل، وعيب قوي ان احنا نعيش وفي وسطينا داعمي القتل في حق اهلنا اللي لسه امبارح بتاع عملية جبالي كانوا بيدعوا لنا، مش بيدعوا علينا، بيدعوا لنا احنا والاردن، الشعب المصري والشعب الاردني، ولو كان يطول كان دعا كل الشعوب العربية والاسلامية. الغريب ان هو زي ما قلت لك بيدعوا لنا مش بيدعوا علينا. كان منطقي جدا وكنا نتفهم لو الناس دي دعت علينا بسبب الخذلان، لكن هم اصل منا واحسن منا. يا ريت احنا نكون على قدر المسؤولية باللي نقدر عليه، ونقدر فعلا نقف راجل واحد ونبدأ بتفعيل المقاطعة بشكل كامل. تقول لي يا عم هو في ناس، لا، الناس اللي بتكسر المقاطعة وبتشوفه بيشرب لك، بيروح بيشرب بيبسي وبيطلع بياكل ولا بيطفح في ستاربكس ولا بتاع، ده ما تسيبوهوش يا جماعة، اتكلموا معاه، افضحوهم. اتكلم، مش تتكلم يا اخي ولا انت بتعمل ايه يا ابني، انت عبيط. اتكلموا معاهم، اكسروا عينهم، طالما ان هم جبلات ما عندهمش دم وما عندهمش دين وما عندهمش اخلاق. حاسبوهم بلسانكم. مش هينفع نتعايش كده يا جماعة. عموما خير ان شاء الله باذن الله. القادم ندعو الله انه يكون افضل، وندعو الله انه يكون نصر ربنا قريب، ونخلص من الغمة اللي احنا فيها دي. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.